يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده مع بعض هنبدا نحل اسئله ليسون 1 في كتاب المعاصر كيمستري ثانيه ثانوي. السؤال الاولاني بيقول لك number of the atom in 0.5 mole of acetic acid CH3COH equal ايه؟ تمام، انت عايز مين؟ عايز النمبر في الاتوم. بص يا صاحبي، لو انت عايز النمبر اوف الاتوم فبنقول كده النمبر اوف المول تايم النمبر اوف الاتوم اللي موجوده جوه الموليكيول بتاعك تايم الافوجادروز نمبر. وانس ان انت عملت كده حضرتك بتحسب النمبر اوف ايه الاتومز بتاعتك. طب تمام، انا معايا النمبر في المول اللي هي 0.5، ايوه دي معايا. النمبر في الاتوم اللي موجوده في الموليكيول بتاعك اللي بتكون الموليكيولز بتاعتي. طب ما تعالى نعدهم اصلا. هتقول لي ايه؟ انا عندي كام كربون؟ عندي 2 كربون. وعندك كام هيدروجين؟ هنا 3 وهنا 1، يبقى هنا 4 هيدروجين. وعندك كام اكسجين؟ 2 اكسجين. يبقى انا التوتال عندي كام اتوم اصلا؟ هتقول لي 2 2 4 و4 يبقى 8 اتوم. طب تمام، يبقى انا النمبر في الاتوم بتاعتي هتساوي النمبر في المول اللي هو 0.5 تايم النمبر في الاتوم الموليكيول اللي هي 8 تايم الافوجادروز نمبر. في الحل زي كده يا صاحبي هيطلع عندك يبقى هاف تايم 8 تايم 6.02 تايم 10 to power 23. يبقى بالنسبه لك انها 4 تايم الافوجادروز نمبر. يبقى انا في الحاله زي كده يبقى الانسر بتاعتك هتساوي مين يا معلم؟ 4 تايمز الافوجادروز نمبر، والانسر بتاعتك تبقى لتر بي. السؤال اللي بعد كده يقول لك هاو ميني مول ان اوف صوديوم ان 7.53 تايم 10 to power 23 اتوم اوف ات. طب تمام، انت عايز النمبر في المول وهنا مديني الاتوم. هل في ريليشن بين النمبر في المول والاتوم؟ ايوه عندي. ايه هو؟ عندي لو بالمنظر ده بيقول لك ايه يا معلم؟ بيقول لك ان النمبر اوف الاتوم بيساوي النمبر اوف البارتكل بتاعتك اللي هي مين البارتكلز بتاعتي؟ اللي هي ممكن تكون اتوم او اين او موليكيول. وهنا مين؟ الافوجادروز نمبر. الحاجه اللي انت عايزها في الماجيكال تريانجل ازاي بعمل ايه؟ هايت. انت عايز مين؟ عايز النمبر في المول. يبقى انا هعمل على النمبر في المول هايت اهو. في الحاله زي كده هلاقي ايه يا معلم؟ هلاقي ان النمبر في البارتكل على الافوجادروز نمبر. يبقى انا لو عايز النمبر في المول بتاعت الصوديوم يبقى تساوي النمبر في البارتكل اللي هو الاتوم بالنسبه لي اللي هي 7.53 تايم 10 باور 22 اوفر الافوجادروز نمبر. وتعالى نجيب الكالكوليتر ونشوف الانسر بتاعتك تطلع كام. يبقى 7.53 تايم 10 باور 22 over 6.02 تايم 10 باور 23. تعالى نحسبها ونشوف الانسر بتاعتك تطلع كام. طلعت 0.125. ماشي، يبقى 0.125. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر بي. ماشي، السؤال اللي بعد كده بيقول لك the number of ion found in 0.5 mole of potassium oxide equal. تمام، تعالى نفهم واحده واحده. انت عايز مين؟ عايز النمبر في الاين اللي موجوده في 0.5 مول في البوتاسيوم ايه؟ في البوتاسيوم اوكسايد ايكوال ايه؟ طب تمام، بص يا صديقي، لو انا جبت الكي 2 او ده اللي هو السبستنس بتاعتي، يا ترى فيها كام اين اصلا؟ هتقول لي عشان نعمل الكلام ده كله بكسر الكومباوند بتاعي نصين، فلو في نمبر تحت اللي هو السبسكريبت ده بنجيبه قبله هنا يبقى 2 كي بوزيتيف 1. ليه؟ عشان الكي بيكون الفالنس ساعتها بوزيتيف 1 وعندي الاو هنا نيجاتيف 2 كده. تمام ماشي. لو انت عايز النمبر في الاين فاحنا عاملين لو برضو. ايه هو اللو بقى؟ اسمه اللو الثلاثي زيه زي الاتوم بالظبط. النمبر في الاي بتاعتك بيساوي النمبر وفي المول تايم النمبر وفي الاينز ان الموليكيول بتاعك او الكومباوند تايم الافوجادروز نمبر. ماشي، النمبر في المول هو كام؟ مديني 0.5 تايم النمبر في الاين الموليكيول. انا عندي 2 من البوتاسيوم 1 من الاكسجين يبقى 3 تايم الافوجادروز نمبر. تعالى نحسبها على الكالكوليتر. يبقى 0.5 تايم 3 تايم 6.02 تايم 10 باور 23. تمام، طلعت 9.03 تايم 10 باور 23 اين. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر ايه؟ لتر دي. ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك on solving 1 mole of sodium chloride in water completely the total number of ion equal ايه؟ خلاص صوديوم كلورايد. يبقى تعالى نكتب الكيميكال فورمولا. بكتبها ازاي؟ اللي تشوفه انت واكتبه. صوديوم يبقى ان ايه؟ كلورايد Cl اسال عن الفالنسي ده ب 1 وده ب 1 فاذا الاثنين هيروحوا مع بعض. ماشي، ده الكومباوند. قال لك انا هاخد ال 1 مول دي واعملها تزولف جوه الووتر، يبقى اذا ده يتحول لاين فيبقى عندي ان ايه اللي هو البوزيتيف اين وسي ال نيجاتيف اين.
طب تمام، انت عايز مين؟ عايز النمبر اوف الاين. قلت لي طالما انت عايز النمبر اوف الاين يبقى هعمل القاعده الثلاثيه، بتقول لك ايه؟ النمبر اوف المول تايم النمبر اوف الاين اللي موجوده في الكومباوند بتاعك تايم الافوكادروز مين؟ الافوكادروز نمبر. ماشي، النمبر في المول هو مديني كام؟ 1 مول، يبقى 1. طيب النمبر في الاين اللي هم كام؟ 2 ومين؟ ادي واحده بتاعت الصوديوم وادي واحده بتاعت الكلورايد. ماشي، طيب الافوكادروز نمبر يعني يبقى تقول لي 2 الافوكادروز نمبر، يبقى اذا انسر واحد انا بتاعتي لتر بي. السؤال اللي بعد كده what is the number of iron found in 16 جرام of anhydrous copper sulfate. ماشي، anhydrous copper sulfate، يبقى تعالى نكتب الكبر سلفيت اصلا. كبر اهوت، هو قال لك 2 ماشي، سلفيت SO4 فده الفالنس بتاعتها 2، فاذا الاثنين هيروحوا مع بعض بالمنظر ده. طب تمام، انت عايز ايه؟ حولها لي الاين يا معلم، ما هو قال لك خلاص انا عايز ايه؟ الاينز، يبقى بكسر الكومباوند بتاع نصين، يبقى كبر 2 بوزيتيف. ليه كده بتاع 2 بوزيتيف؟ عشان الكبر هو قال لك ايه؟ الفالنس بتاعتها ب 2، يبقى ده الفالنس بتاعت 2 يبقى 2 بوزيتيف، والسلفيت SO4 نيجاتيف 2. ماشي، انت عايز مين؟ عايز النمبر في الاين. ما تقول لي يا باشا طب بما ان انت قايل لي النمبر في الاين يبقى احنا عايزين القاعده الثلاثيه بتاعتك، يبقى النمبر في الاين بيساوي النمبر وفي المولز تايم النمبر وفي الاينز اللي موجوده في الكومباوند بتاعك تايم الافوكادروز نمبر. باشا نعم، هو انت عندك مين اصلا؟ هتقول لي بص، انا معايا النمبر في الاين اهي فين؟ عندي كله الكبر وعندي السلفيت، يبقى هنا 2، وعندي مين؟ الافوكادروز نمبر. ناقص عندي مين دلوقتي؟ ناقص عندي النمبر اوف مين؟ النمبر في المول. هعرف اجيب النمبر في المول؟ اه، هجيبها منين؟ ما انت مديني ماس هنا اهو، وانت عندك لو بالمنظر ده. ايه بقى اللو بالمنظر ده؟ بيقول لك ايه؟ ان النمبر اوف المول بيساوي ماس اوفر مين؟ المولر ماس. طب جميل، الماس انت مداني بكام؟ ب 16. طب المولر ماس، قلنا المولر ماس حضرتك بتجيبها من الكيميكال فورمولا اللي هو مديها لك. طب جميل جدا، يبقى انا دلوقتي هجيب الكيميكال فورمولا بتاعت الكوبر سلفيت. ماشي، يبقى اشيل النمبر في مول واحط ايه؟ الماس على المولر ماس، يبقى تقول لي 16. اجيب المولر ماس ازاي؟ اللي انت شايفه انطوى يا باشا واكتبه، وحط ايه؟ الاماونت بتاعته، الاتوميك نمبر بتاعته. الكبر اللي هي كام؟ 63.5 بلس الاس 32 بلس 4 تايمز 16 بس. ويا باشا احسبها على الكالكوليتر بتاعتك، شوف الريزلت بتاعتك تطلع كام. ايه ده، وانا ممكن اعملها كده؟ اه، هنا يا باشا احنا بنحل ايه؟ المساله بتاعتنا، واحنا عملنا خلاص في لو جديد كده انت اول مره تشوفه اهو، اسمه ايه؟ اللو الثلاثي. طب تمام، اه طلع ايه؟ 1 بوينت، طلع 1.2 تايم 10 باور 23، اللي هي الانسر بتاعت ايه؟ الانسر بالنسبه لك لتر ايه. ماشي، السؤال اللي بعد كده قال لك a sample of oxygen gas whose mass is 8 gram contains the same number of atom found in 16 gram of element X. What is the gram atomic of element X؟ تمام، انا دلوقتي قال لك انا عندي سامبل منين؟ من الاكسجين جاز. الاكسجين جاز اهيت فيها 8 جرام. ماشي، قال لك contain the same number of الاتوم، عندها نفس مين؟ النمبر اوف الاتوم اللي موجوده في element X. ماشي، ادي element X يا عم عنده 16 جرام. ماشي، فالاتوم بتاعت element X اللي هي في 16 جرام ماشي مالهم؟ سامبل اوف اوكسجين. تمام، تعالى نشوف السؤال دوت. بيقول لك سامبل اوف اوكسجين جاز whose mass is 8 جرام contains the same number of الاتوم، عندها نفس النمبر اوف الاتوم اللي موجوده في 16 جرام اوف element X. What is the gram atomic mass of element X؟ طب تمام، تعالى نروح للاكسجين بس. حاضر يا عم. نعم، انت بتقول لي الماس بتاعتها 8 جرام كونتين كذا. طب هو الاكسجين جاز اصلا بيتكون من كام اتوم؟ هتقول لي الاكسجين جاز اللي هو الموليكيول بتاعك بيكون O2، فاللي هو ال O2 دي بالنسبه لي دي بنقول عليها موليكيول. تمام، فيها كام اتوم اصلا؟ هتقول لي 2 مول اوف مين؟ في الاتوم اوف الاكسجين. طب جميل جدا، يبقى انا عندي 2 مول اوف ايه؟ وفي الاتوم بتاعه الاكسجين. طب جميل جدا، عايزين نتفق على حاجه بقى يا معلم. هو الاكسجين جاز انت بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي دلوقتي حضرتك بمنتهى البساطه انا عندي 8 جرام. طب ما تعالى نفهم حاجه مهمه جدا. مش انا لو جبت الاكسجين جاز
لو انا جبت لك المولر ماس بتاعتها هتساوي ايه؟ هتقول لي المولر ماس اللي هي الاو 2 دي اللي هي 2 تايم كام؟ 16 اللي هي كام؟ 32. دي 32 جرام عسل. ماشي. يبقى ال 32 جرام اللي هي مين؟ اللي هي المولر ماس بتاعت الاكسجين اهي 32 جرام. عندها 2 مول في الاتوم وفي الاكسجين. يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب النمبر اوف الاتوم يبقى تقول لي 2 مول تايم الافوكادروز نمبر اتوم اوف اوكسجين. طب يا ترى بقى دلوقتي ال 8 جرام اللي هي موجوده في الاكسجين جاز عندها كام نمبر اوف الاتوم وفي الاكسجين؟ فتعالى نعمل بقى كروس مالتيبليكيشن. يبقى تقول لي تمام، يبقى تقول لي 8 تايم 2 تايم الافوكادروز نمبر اوفر كام؟ 32. حلو. 2 تايم 8 ب 16 ف 16 اوفر 32 يعني هاف. حلو. هاف الافوكادروز نمبر يطلع 3.01 تايم 10 باور 23 اتوم. يبقى اذا النمبر في الاتوم اللي موجوده في الاكسجين يا باشا بتساوي 3.01 تايم 10 باور 23. حلو. يبقى انا الرقم اللي انت طلعته اللي هو 3.01 تايم 10 باور 23 اللي هو الاتوم بتاعت الاكسجين ماشي، هي ديت اللي موجوده في مين اصلا؟ هي نفس النمبر في الاتوم اللي موجوده في ال 16 جرام وفي element x. طب ما تعالى نفهم حاجه واحده بقى. انا ال 1 مول من السبستانس بيكون عندها المولر ماس فبتساوي يا باشا النمبر اوف مين؟ النمبر اوف البارتكل بتاعتي اللي هي الافوكادروز نمبر. فانا دلوقتي لو جيت عملت ريليشن مع element x بمعنى هتقولي مثلا دلوقتي ادي المولر ماس اوف element x عندها افوكادروز نمبر. يا ترى بقى ال 16 جرام اللي انت كنت مديهولي جميل كان بيديلي 3.01 تايم 10 باور 23. طب ما في الحاله زي كده انا عايز المولر ماس بتاعت الاكس اللي هي بالنسبه لي الجرام اتوميك ماس. هعمل ايه؟ هتقول لي اعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى هتقول لي 6.02 تايم 10 باور 23 تايم 16 اوفر مين؟ الافوكادروز نمبر. وتعالى نشوف الانسر بتاعتك هتطلع ايه. يبقى 6.02 تايم 10 باور 23 تايم 16 over 3.01 تايم 10 باور 23 and this answer طلع بالنسبة لك 32 جرام. يبقى إذا الأنسر بتاعتك لتر دي. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك وات از ذا مولر ماس اوف باريوم سلفايد. سلفايد طب حلو، أنا عايز المولر ماس. يبقى أنت حضرتك أول حاجة عشان تجيب المولر ماس يبقى أنت هتقول لي السم اوف الأتوميك ماسز اللي هي الجرام أتوميك ماسز وفي الأتوم. طب انا لازم اجيب ايه؟ الاتوم ديت. طب انا لازم اكتب ايه عشان اعمل الكلام ده كله؟ لازم تكتب الكيميكال فورمولا بتاعته. طب لو انا كتبت الكيميكال فورمولا غلط يبقى حضرتك هتكتب الانسر بتاعتك غلط. طب هتجيب الكيميكال فورمولا بتاعتي ازاي؟ اتفقنا ان انت تيجي تكتب الكيميكال فورمولا في 3 ستيب. ايه هما 3 ستيب اللي انت شايفهم؟ طب اكتبه باريوم بي اي ماشي، سلفايد اس او 3 دي اول ستيب. ستيب نمبر 2 اس على الفالنسي باريوم ب 2 سلفايد ب 2 كده ستيب نمبر 2. قدامك حلين، يا تعمل سمبليفاي يا تعمل كروس. باشا الاثنين ينفع يروحوا مع بعض؟ ينفع يروحوا مع بعض سمبليفاي. يبقى اذا الكيميكال فورمولا بتاعتك بي اي اس او 3 ماشي. تعال نجيب بقى المولر ماس بتاعت البي اي اس او 4. البي اي بكام؟ 137. عندي كام اس؟ 1 يبقى 32. عندي كام اكسجين؟ 3 يبقى 3 تايمز 16 ماشي. يلا يا معلم احسبها. قلت له 137 بلس 32 بلس 3 تايمز 16 طلعت 217. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر ايه. ماشي. which of the following has the least molar mass؟ مين في دولت عنده اقل ايه molar mass؟ خلاص نحسب كل واحده لوحدها. نكتب الكيميكال فورمولا بتاع كل حاجه. لتر ايه هي اللي هي الووتر. الووتر يبقى الكيميكال فورمولا بتاعتها H2O. طب تمام يلا. عندي هيدروجين يبقى 2 تايم 1 بلس 16 يطلع 18 جرام ماشي. كربون داي اكسايد يبقى حلو، اكتب الكيميكال فورمولا بتاعت الكربون داي اكسايد. كربون داي اكسايد اهي يبقى الكربون 12 الاكسجين 2 تايم 32 لا هتقولي 2 تايم 16 معلش فيطلع كام؟ 44 جرام ماشي. نمبر سي الميثان CH4 تمام. عندي كام كربون؟ واحدة يبقى 1 تايم 12 بلس
4 تايم 1 اللي هي الهيدروجين. تمام، يبقى يطلع كام؟ 16 جرام. ماشي، اخر واحده هيدروجين كلورايد. هكتبها ازاي؟ انت تشوف انت، واكتب هيدروجين اهو، اتش كلورايد سي ال، هيدروجين ب 1، الكلورايد 35.5، فيطلع عندك كام؟ 36.5. مين هنا لسه ماونت؟ حل بتاعت المولر ماس هو مين؟ الميثين. يبقى لازم الانسر بتاعتك لتر ايه؟ لتر سي. ماشي، بيقول لك the number of mole of hydrogen sulfide in 49.79 جرام of it هتساوي ايه؟ هتقول لي خلاص تعالى نقول اللو بتاعك. المسألة اللي زي كده، بص النمبر اوف الايه؟ الهيدروجين سلفايد ان كذا. المسألة دي بنقول عليها مسألة دايركت. ليه بقى بقول عليها دايركت؟ عشان بس نفهم انواع المسائل اللي احنا هنقابلها. دايركت لان انا شايف وان سبستنس بس، وان نمبر. في الحالة زي كده بنستخدم اللو. ماشي، هي تقول لي النمبر اوف المول ايكوال الماس اوفر المولر ماس. الماس هو اداني هنا اهو اللي هو 49.79. فكره المولر ماس ان انا لازم اكتب ايه؟ الكيميكال فورمولا صح. طب هيدروجين سلفايد هتقولها ازاي؟ هيدروجين اتش سلفايد اس، بعد كده اقسم على الفالنسي، ده ب 1 وده ب 2، يبقى هعمل كروس يبقى اتش 2 اس. ماشي يا عم، تعال نكتب بقى ايه؟ نحسب المولر ماس بتاعت اتش 2 اس. هتقول لي 2 تايم 1 بلس 32. ماشي، فيبقى انا دلوقتي النمبر اوف المول هيكوال ايه؟ هتقول لي 49.79 اوفر مين يا معلم؟ اوفر 2 تايم 1 بلس 32. احسبها على الكالكوليتر بتاعتك. 49.79 اوفر 2 تايم 1 بلس 32 طلعت عندك كام يا معلم؟ 1.46 مول. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر بي. What is the total number of moles of the oxygen atom found in 240 gram of NH4NO3؟ ماشي، تعالى هنا بص، انا عايز ايه؟ التوتال نمبر اوف مولز بتاعت الاكسجين. دي بالنسبه لي ايه؟ unknown. ماشي، found in 240 جرام اوف الكومباوند ده، يبقى بالنسبه لي ده نون. يبقى انا في الحاله زي كده مضطر ان انا اعمل حاجتين مهمين جدا. ايه هما؟ تعمل ايكويشن بين النون والانون، وبعد كده تعمل 3 لاين عشان تحسب الكلام ده كله. اللاين الاولاني بيجيبه من البروبلم، اللاين الثاني من الايكويشن اللي هتكتبها، بعد كده اللاين الثاني كروس مالتيبليكيشن. طب ما تعالى نعملها مع بعض اهو. ماشي، انت عندك ان اتش 4 ان او 3. حلو، الكومباوند اللي قدام منك ده عنده كام اكسجين يا صاحبي؟ عنده 3 اكسجين اهو. حلو، يبقى انا دلوقتي 3 اكسجين اتوم اهو، يبقى 3 مول اوف اكسجين اتوم. ماشي، هنفسرها ازاي اهو؟ هتقولي يبقى ان اتش 4 ان او 3 عندها 3 اكسجين اهو. تمام جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل الستير لاين. انا كده عملت الايكويشن، ادي اللاين الاولاني، الثاني، الثالث. الاولاني والتاني هنجيبه من البروبلم، اللاين الثاني نجيبه من الايكويشن، اللاين الثالث كروس مالتيبليكيشن. طب ما تعالى نفهمها مع بعض اهو. البروبلم ايه؟ انا عايز النمبر ايه؟ اوف المول اوف الاكسجين اتوم. يبقى تحت الاكسجين اتوم هنا اكتب نمبر اوف مول. ماشي، اللي موجوده في كام؟ 240 جرام. ماشي، اللاين الثاني دي جرام، يبقى انا لازم انزل دي جرام. يبقى انا اشوف ال NH4NO3 دي يا ترى المولر ماس بتاعتها قد ايه. وخلي بالك هنا مفيش اي ارقام، يبقى بالنسبه لي انا هحسب المولر ماس بتاعت الكومباوند ده بس. حلو، هتقول لي ان وان، يبقى عندي 2 ان، يبقى 2 تايم 14. عندك كام هيدروجين؟ 4، يبقى 4 تايم 1. عندي كام اكسجين؟ 3، يبقى 3 تايم 16. ماشي. طب بعد كده المول اهو، الاكسجين مش دي مول؟ يبقى لازم ينزل تحت منها مول. ببص على الاكسجين هنا لقيت في هنا 3، يبقى هنا في الحاله زي كده هنزل 3 مول. طب حلو، هعمل ايه بعد كده؟ كروس مالتيبليكيشن. هتجيب ايه؟ الانسر بتاعتك. هتقول لي خلاص يبقى 240 تايم 3 اوفر بقى 2 تايم 14 بلس 4 تايم 1 بلس 3 تايم 16. يبقى 240 تايم 3 اوفر 2 تايم 14 بلس 4 تايم 1 بلس 3 تايم 16. طلع كام يا معلم؟ طلع 9 مول. يبقى الانسر بتاعتك لتر سي. الماس اوف كربون ان 2 مول اوف كالسيوم كربونيت. ماشي، هنا انت عايز الماس بتاعت الكربون، يبقى ده بالنسبه لي unknown. 2 مول اوف الكالسيوم كربونيت، يبقى دي بالنسبه لي نون. يبقى لما يكون بالنسبه لي في الحاله اللي زي كده بنقول ان دي مساله اندايركت. وطالما اندايركت بنعمل الحل اللي احنا قلنا، نعمل ايكويشن
زي ريليشن اصلا. وبعد كده نعمل السيري لاين بروبلم ايكويشن كروس مالتيبليكيشن. طب ما تعالى نشوف اهو باشا. نعم انا عندي السي اي السي او 3 وادي الكربون بتاعتك، عندك كام كربون؟ واحده. اعمل سيري لاين اهو، ادي 1 2 3 بروبلم ايكويشن كروس مالتيبليكيشن. حلو. البروبلم بتاعتك ايه بقى؟ انا عايز الماسك في الكربون، يبقى تحت الكربون عامل كويشن مارك جرام. اللي موجوده في 2 مول من الكالسيوم كربونات، يبقى 2 مول. ماشي. دي مول، يبقى اشوف من الايكويشن هنزل ايه؟ دي مول يبقى لازم هنا مول، عندك كام؟ وهنا 1 مول، يبقى هنا 1 مول. ماشي. الكربون مش دي جرام؟ يبقى انا اجيب الاتوميك ماس بتاعت مين؟ الكربون، يبقى كام؟ 12. يبقى اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى تساوي 2 تايم 12 اوفر 1 يطلع كام؟ 24 جرام. فاذا الانسر بتاعتك تطلع لتر ايه؟ The mass of 0.25 مول of sodium carbonate equal. تمام باشا. انا بقرا المساله بتاعتي، ما لقيتش غير الصوديوم كربونات بس، وعندي نمبر، وانت عايز الماس. يبقى في الحاله زي كده المساله دي بنحلها باللو، لان بنقول عليها مساله دايركت، ان انت لقيتش تو سبستانس، واحده نون واحده نون، يبقى انا في الحاله زي كده بشتغل اللو. اللو بتاعي هيكون مين بقى؟ هتقول لي بتوين الماس والنمبر اوف المول. عرفت منين؟ عشان هو عايز الماس، يبقى تقول له اهو. يبقى الماس بتساوي المولر ماس تايم مين يا معلم؟ تايم النمبر اوف المول. ماشي. انت عايز مين دلوقتي؟ حضرتك عايز الماس، او يبقى انا عملت له هايت، يبقى انا ناقص النمبر في المول. طب المولر ماس انت مديني النمبر في المول؟ ايوه اهو. طب المولر ماس، حضرتك المولر ماس دي حضرتك قلنا بنقولها ايه؟ حضرتك بتحسبها من الكيميكال فورمولا اللي بتكتبها بايدك. طب تمام، يبقى انا محتاج اكتب الكيميكال فورمولا بتاعت صوديوم كربونات. بكتبها ازاي؟ قلنا بنكتب اي كيميكال فورمولا في 3 ستيب. يلا هنكتبها ازاي؟ هتقول لي اللي بشوفها انت واكتب صوديوم ان ايه؟ كربونات سي او 3. اسال عن الفالنس، صوديوم ب 1 كربونات ب 2، يبقى عامل كروس، يبقى ان ايه 2 سي او 3. يبقى انا لازم اروح احسب المولر ماس بتاعت الكومباوند ده. يلا عندك كام صوديوم؟ عندي 2، يبقى 2 تايم 23 بلس كربون 12 بلس 3 تايم 16. يلا يا باشا احسب. هتقول لي يبقى 2 تايم 23 بلس 12 بلس 3 تايم 16 طلعت 106. ماشي. يلا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتقولي مش انت عايز الماس؟ يبقى الماس بتاعتك هتساوي 0.25 تايم 1.6 واحسبها هي، شوف الانسر بتاعتك طلعت ايه. طلعت 26.5 اللي هي الانسر بتاعتك لتر بي. ماشي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك if the mass of 0.06 mole of an oxide of phosphorus equal 1.74 جرام what is the molecular formula of this oxide. طب تمام. بص يا صديقي، هنعمل ايه اصلا؟ هتقولي بص، مش دي ريليشن بين المول والجرام؟ ايوه. واحنا خدنا ان ال1 مول بيكون فيه قد ايه يا معلم؟ بيكون فيه مولر ماس. يبقى ال1 مول بيساوي مولر ماس. يبقى في الحاله زي كده انا من دلوقتي محتاج، يبقى انا معايا ال1 مول، يا ترى هي فيها قد ايه مولر ماس، ومعايا 0.006 فيها قد دي جرام. فلما اعمل كروس مالتيبليكيشن انا جبت المولر ماس. حلو. بعد ما اجيبها هحسب المولر ماس بتاعت كل الكومباوند اللي هنا معايا، واللي هلاقي المولر ماس بتاعته هي نفس المولر ماس اللي انا حسبتها، يبقى هي الانسر بتاعته. يبقى تعالى نحسبها هنا اهو عشان نجيب الكلام ده كله. هتقولي 0.06 فيها مول اهي، فيها 1.704 جرام. يا ترى بقى ال1 مول هيكون فيه قد ايه جرام، اللي هو المولر ماس بالنسبه لك، عشان ده اللي انا عايز احسبه. فاعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى تقول لي 1 تايم 1.704 اوفر 0.006 عشان اطلع المولر ماس بتاعتك. يبقى 1 تايم 1.704 اوفر 0.006. ماشي. طلع كام يا معلم؟ طلعت 284 جرام في المول. طب تمام. راح احسب بقى ايه المولر ماس بتاع كل كومباوند ايه. طب تمام. بي 2 والسي اللي هو الانسر بتاع لتر ايه، يبقى دي لتر بي اللي هو بي او 4، وبعد كده السي اللي هو بي 4 او 10، بعد كده بي 2 او 4. يلا تعالى نحسب دوت. يبقى 2 تايم
الفوسفورس كام 31 بلس 3 تايمز 16. اشوف الانسر بتاع ديت تطلع كام. يلا هتقولي يبقى 2 تايمز 31 بلس 3 تايمز 16 طلعت 109. يبقى دي غلط. ماشي ديت 31 بلس 4 تايمز 16. هتجيب الكالكوليتر بتاعتك اهي عادي جدا. 31 بلس 4 تايمز 16 طلعت 95. يبقى دي انسر برضو غلط. ماشي تعالى لتر سي. 4 تايمز 31 بلس 10 تايمز 16 اهي. تعالى اهو يبقى 31 تايم 4 بلس 10 تايم 16 طلعت الانسر بالنسبه لك 284. ماشي يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر سي. تعالى نحسب اخر واحده. يبقى 2 تايم 31 بلس 4 تايم 16 واحسبها وشوف الانسر بتاعتك تطلع ايه. اه 126. ودي برضو الانسر بتاعتك غلط. ماشي الانسر بتاعتك لتر سي. ماشي السؤال اللي بعد كده يقول لك which of the following contain the least mass of oxygen. مين فيهم عندهم less amount من الاكسجين بتاعتك. طب جميل جدا. يبقى انا مضطر اعمل ايه بقى دلوقتي. بص يا صاحبي مش انت عايز الماس بتاعت الاكسجين صح. ماشي انا محتار ان انا اعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا. هي ان انا اعمل ريليشن بين ال 0.6 مول اوف الفورميك اسيد مع الاكسجين ونفس الفكره 0.8 مول في الووتر برضو هشوف فيها الاكسجين قد ايه والقصه دي كلها. طب تمام. دي مساله اندايركت برضو لان انا عايز احسب الاكسجين ان الاكسجين ده بالنسبه لي انون اهو. ماشي ودولاب بالنسبه لي ايه؟ دولاب بالنسبه لي نون. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما انت قلت لي بعمل ايكويشن و3 لاين. طب تعالى لو نقسمهم مع بعض اهو 1 2 3 4. ماشي اتش سي سي او اتش فيها كام اكسجين دي يا معلم؟ فيها 2 اكسجين. طب تمام هعمل كام لاين؟ 3 لاين ادي 1 2 3. طب تمام تعالى هنا اهو اتش 2 او عندك كام اكسجين؟ 1 اكسجين واعمل 3 لاين 1 2 3. طب ديت ادي او 2 عندها كام؟ 2 اكسجين اهيت مفيش مشكله خالص. وادي 3 لاين وادي عندك H2SO4 فيها كام اكسجين؟ 4 اكسجين وادي 3 لاين اهو. ماشي يا صاحبي يلا بسم الله. هتقول لي انا عايز احسب الجرام بتاعت الاكسجين اهو. ماشي اللي موجوده في قد ايه؟ 0.6 مول من الراجل الطيب ده. طب تمام هنزل بلاين ده مش ده مول ينزل تحت كده مول يبقى 1 مول. يا ترى فيها قد ايه اكسجين؟ هتقول لي يبقى 2 تايمز 16 جرام واعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 0.6 تايم 2 تايم 16 ده كله اوفر 1. يبقى تعالى نحسب. يبقى 0.6 تايم 2 تايم 16 طلع بالنسبة لحضرتك الرقم ده اللي هو كام؟ 19.2. طب تمام تعالى هنا اهو. ماشي الووتر قلت لي 0.8 مول من الاكسجين. يا ترى فيها قد ايه جرام من الاكسجين؟ طب هنزل دي قد ايه؟ دي 1 مول. طب وبعد كده دي كام؟ دي 16 جرام. ليه؟ عشان دي جرام ودي جرام. بعد كده اعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن يبقى 0.8 تايم 16 اوفر 1. يبقى 0.8 تايم 16 اوفر 1 يطلع كام يا صاحبي؟ يطلع 12.8. ماشي مفيش مشكلة. تعالى اللي بعده. عايز كام؟ 0.7 مول من الاكسجين. يا ترى فيها قد ايه جرام من الاكسجين ديت؟ بعد كده انزل باللاين تاني ده 0.7. يا ترى ال1 مول كان فيها قد ايه ماس من الاكسجين؟ هتقولي 2 تايم 16. يبقى اعمل ايه دلوقتي؟ كروس مالتيبليكيشن يبقى 0.7 تايم 2 تايم 16 اوفر 1. يبقى 0.7 تايم 2 تايم 16 اوفر 1 طلع عند الرقم ده 22.4 جرام. ماشي ودي جرام ودي كده كده جرام. ماشي تعال نشوف اخر واحده. يا ترى 0.3 مول فيها قد ايه جرام؟ لما انزل ديت ما دي 1 مول فيها قد ايه؟ هتقول لي عندي 4 تايم 16 جرام واعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 0.3 تايم 4 تايم 16 اوفر 1 واحسبها ونشوف الانسر بتاعتك هتطلع ايه. يبقى 0.3 تايم 4 تايم 16 طلع عندك الرقم ده 19.2.
ماشي. مين اللي عنده الليست ماس اصلا؟ الليست ماس هتقول لي الووتر، يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر بي. ماشي. what is the number of molecules in sample of ammonia in its mass equal كذا. انت عايز مين؟ عايز النمبر في الموليكيول. ماشي. بتاعت السامبل بتاعت الامونيا اللي في الماس دي. لما اجي اقرا المساله بتاعتي كده انا ما عنديش غير وان سبس انون، ما عنديش نون بالنسبه لك. في الحاله اللي زي كده انا مش شايف اي حاجه تانية غير الامونيا، يبقى المساله دي دايركت. طالما مساله دايركت يبقى حضرتك بتحلها باللو بس. طب تمام. انت عايز النمبر في الموليكيول اللي موجوده في الماس دي. طب انا دلوقتي عشان احسب النمبر في الموليكيول هنشوف اهو اللو بتاعك بيساوي ايه. النمبر وفي المول بيساوي النمبر وفي الموليكيول على افجادروز نمبر. انت عايز النمبر في الموليكيول ديت، يبقى النمبر في المول تايم افجادروز نمبر. بتبص على النمبر في المول مش عندك، بس هو الراجل مديلك ماس. طب انت في له تاني بيربط ما بين الماس والنمبر في المول؟ ايوه اهوت. ان حضرتك لو عايز تحسب النمبر في المول وانت معاك الماس، يبقى الماس اوفر المولر ماس. انا معايا الماس بس ما عندكش المولر ماس، يبقى اجيبها منين؟ هجيبها من الكيميكال فورمولا بتاعتي. يبقى تعالى نروح نحسب النمبر في المول اول حاجه. يبقى النمبر في المول بيساوي الماس اللي هي كام؟ 43.5 اوفر المولر ماس اللي هي ال n بكام؟ ب 14 بلس 3 تايم 1. كده هجيب النمبر اوف المول. طب يلا بينا يا معلم اهو. يبقى 43.5 اوفر 14 بلس 3 طلع عندك الرقم دوت اللي هو كام؟ 2.5 ايه مول. طب انت عايز النمبر في مين؟ عايز النمبر في الموليكيول. ما انا خلاص جبت مين؟ جبت النمبر اوف الاتوم. يبقى النمبر في الموليكيول بتاعك بيساوي النمبر اوف المول اللي هو 2.55 تايم الافجادروز نمبر هو 6.02 تايم 10 باور 23. يلا هاخد الرقم اللي انت طلعته ده اللي هو النمبر في المول تايم مين؟ الافجادروز نمبر. طلع 1.54 تايم 10 باور 24. ماشي. اللي هو انهي لتر ايه؟ لتر سي. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك what is the mass of one molecule. يعني انت عايز الماس بتاعت الوان موليكيول اللي موجوده في البروبانول دوت. طب تمام. بص يا صاحبي، انا الوان مول بالنسبه لي بتساوي المولر ماس بتساوي الافجادروز نمبر. وبعد كده لو انت بتتكلم على الوان مول ده لو هو جاز فهو بيوكيباي 22.4 لتر لو انت شغال اس تي بي، لو 24 في الار تي بي، وده انت لسه هتاخدها مع النمبر في المول مع الجاز. طب تمام. يبقى انا دلوقتي استنتج حاجه ان المولر ماس فيها الافجادروز نمبر وفي الموليكيول او الاتوم او الاين. ماشي. على شرط ان لو انت بتتكلم على الاتوم بتاعت 1 element. ماشي. تعالى نحسبها يا باشا مع بعض اهو. هتقول لي مش انت عايز الماس بتاعت 1 موليكيول؟ ايوه. يبقى انا دلوقتي ال1 موليكيول فيها المولر ماس بتاعت الكومباوند ده، عايز اشوف الماس بتاعته قد ايه. يبقى انا عايز ال1 موليكيول اشوف الماس بتاعته. هتقولي خلاص. طب ما انا دلوقتي المولر ماس بتاعت الكومباوند ده فيها الافجادروز نمبر موليكيول اهو، يبقى 6.02 تايم 10 باور 23 ده موليكيول فيها مين؟ فيها المولر ماس. طب بالتالي مضطر تعمل ايه بقى؟ مضطر ان حضرتك تحسب المولر ماس بتاعت الكومباوند ده. طب ما تعالى نحسب. ماشي. عندك كام كربون؟ 3، يبقى 3 تايم 12 بلس كام هيدروجين؟ ادي هنا 7 هنا 1 يبقى 8 تايم 1 بلس 16 واعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى هتقول لي 1 تايم المولر ماس دوت كلها اللي هي كام؟ 3 تايم 12 بلس 8 بلس 16 اوفر مين؟ اوفر افوكادروز نمبر. عشان اجيب مين؟ عشان اجيب الماس بتاعت 1 موليكيول بس. ماشي. يبقى 1 تايم نفتح براكت بتاعنا عادي خالص اهو 3 تايم 12 بلس 8 بلس 16 اوفر 6.02 تايم 10 باور 23. طلع كام يا معلم؟ طلع 9.97 تايم 10 باور نيجاتيف 23 جرام. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر ايه. ماشي. قال لك 1 mole of nitrogen gas combine with 3 mole of hydrogen gas to form the following amount of NH3 gas except. طب جميل. تعالى نقول يبقى N2 plus 3H2 عشان يطلع لك
NH3. اول حاجه حضرتك لازم تعمل ايه؟ لازم حضرتك تعمل بالانسنج الايكويشن. ادي هنا N2 ماشي، وادي 3H2 عشان تديني NH3. في حاجه زي كده هتعمل بالانسنج لده. جميل جدا كده، الايكويشن بتاعتك بالانس. هنا بقى بيقول لك ايه؟ the following amount of NH3 gas except. ماشي، تعالى ايه هنا السؤال الاكسبت ده يا صاحبي؟ يبقى انت عندك 3 انسر صح؟ واحده رونج، فانا عايز الرونج عشان هي دي اللي انا اختارها. تمام. لما انا دلوقتي النيتروجين هترياكت مع الهيدروجين هتطلع لي قد ايه؟ 2 مول من الامونيا. صح ماشي، دي واضحه. طب ايه تاني؟ 34 جرام. طب ما دي ماس، طب ما اعمل ايه؟ تقول لي مش انت شايف ان دي ماس؟ طب ما اروح احسب ال2 مول بتاعت الامونيا. يبقى انا الماس بتساوي النمبر في المول تايم مين؟ المولار ماس بتاعت الكومباوند بتاعك. طب النمبر في المول هي كام؟ 2. المولار ماس هحسب ديت اهو، يبقى 14 بلس 3 تايم 1 يبقى 2 تايم 17 يبقى بتساوي 34 جرام. ماشي، يبقى دي صح بالنسبه لي ولتر ايه صح. طب تمام. الموليكل هتقولي طب خلاص، ما انا عايز النمبر اوف الموليكل هيساوي النمبر اوف المول تايم الافوكادروز نمبر، يبقى 2 تايم 6.02 تايم 10 باور 23. يبقى فعلا دي صح موليكل، يبقى دي بالنسبه لي برضو صح. يبقى اذا الانسر الوحيده اللي غلط هي مين؟ لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك 4 جرام اوف صوديوم هيدروكسيد كونتين. ماشي، تعال نشوف بقى. هنا مديني 4 تشويسز، يبقى انا في الحاله زي كده اعمل ايه؟ هنعمل 4 سيكشن عشان نحسب في كل واحده. ماشي، يا ترى فيها قد كذا من الاتوم وفي الهيدروجين؟ قلت له خلاص، طب انا اول حاجه اكتبها، اكتب مين؟ الكيميكال فورم بتاعت صوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد NaOH. ماشي، يبقى انا عندي NaOH واعملها مع الهيدروجين. انت عندك كام هيدروجين؟ اتش واحده اهو. ماشي، واعمل يا عم كام لاين؟ 3 لاين عادي جدا. ايه ده؟ هو انت ليه بتعمل 3 لاين؟ حبيبي انا عندي 4 جرام من الصوديوم هيدروكسيد وانت بتسالني على الهيدروجين، يبقى عندي واحده نون اهي، وكأن الهيدروجين دي انا ما اعرفش، فكأني بقى بالنسبه لي انون، فانا هحسبها. فعشان تحسبها قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايكويشن وبعد كده 3 لاين، يبقى بروبلم ايكويشن كروس مالتيبليكيشن. يا ترى ال 4 جرام من الصوديوم هيدروكسيد يا ترى فيهم قد ايه اتوم من الهيدروجين؟ ماشي، يبقى اللاين التاني دي جرام، يبقى يا ترى الكومباوند دوت اللي هو الصوديوم هيدروكسيد فيه قد جرام؟ يبقى احسب المولار ماس بتاعته، يبقى 23 بلس 16 بلس 1 اللي هي بالنسبه لي بتساوي 40. حلو، والهيدروجين دي مش هي دي بالنسبه لي 1؟ عشان مفيش حاجه قبلها، يبقى دي كأن بالنسبه لي تمثل 1 مول في الهيدروجين، بس انا مش عايز مول، انا عايز مين؟ عايز اتوم. يبقى تقول لي 1 تايم الافوكادروز نمبر عشان احولها لمين؟ احولها اتوم عشان تكون زي اللي فوقيها. لان انا دلوقتي عشان اعمل كروس مالتيبليكيشن يا صاحبي لازم يا اما يكون التو سايد ذا سيم يونت والتو سايد ذا سيم يونت، قصدي الوان سايد بيكون ذا سيم يونت والوان سايد بيكون ذا سيم يونت، واقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن. يا اما كلهم بيكونوا ذا سيم يونت، يبقى ده زي ده وده زي ده، فاعمل كروس مالتيبليكيشن. تمام، يبقى تقول له اهو، يبقى تقول لي 4 تايم الافوكادروز نمبر اوفر كام؟ اوفر 40. نحسبها على الكالكوليتر. يبقى تقول لي 4 تايم الافوكادروز نمبر اوفر 40 طلعت 0.2 تايم 10 باور 22 اتوم. يبقى اذا الليتر ايه غلط. تمام. 4 جرام في الصوديوم، هتقول لي طب تمام ثانيه واحده، NaOH مع الصوديوم واعمل كام لاين؟ 3 لاين اهو. يبقى تقول لي اول لاين منين؟ قلنا اول لاين ده يا صاحبي بيكون من البروبلم، بعد كده ايكويشن، بعد كده كروس مالتيبليكيشن. ماشي، ال 4 جرام من الصوديوم هيدروكسيد يا ترى فيهم قد ايه جرام من الصوديوم؟ هنزل اللاين ده، خلاص انت حسبتها في 40 اللي هي المولار ماس. طب والان ايه؟ هتقول لي 23 جرام، عشان دي جرام يبقى اجيب الاتوميك ماس بتاعتها واعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 4 تايم 23 اوفر 40. يبقى 4 تايم 23 اوفر 40 طلع بالنسبه لك 2.3 جرام، ويبقى اذا الانسر دي غلط. ماشي، تعالى اللي بعدها NaOH بيقول لك فيها 4 مول اوف NaOH. طب ثانيه واحده، مش انت عايز نمبر في المول ومديني ماس والكومباوند بتاعك؟ يبقى انا في الحاله زي كده عايز اجيب ال NH4 بقى، عايز احسبها والله يا صاحبي. يلا بينا، ما دي كده مساله بالنسبه لك دايركت، يبقى انا هشتغل باللو بتاعك. اللو بتاعي بيقول لي الماس اوفر المولر ماس، وادي النمبر اوف المول. انت عايز النمبر في المول، عايز تشوف يا ترى هو قد ايه اصلا موجودين في 4 جرام. يبقى تقول له يبقى 4 تايم 40 يطلع 0.1 مول،
يبقى اذا الانسر بتاعت لتر سي غلط، يبقى اذا الانسر بتاعتي لتر دي هي الانسر الصح. طب انا مش متاكد، ما تعالى نحلها مع بعض سوا. ماشي، قدامك هنا حلين، تسألها مسألة اندايركت يا اما تسألها يا صاحبي بالراحة خالص زي ما احنا بنعملها اهو. لو انت عايز النمبر وفي الاين، لو انت فاكر قلنا ايه، النمبر وفي المول تايم النمبر وفي الاين اللي انت عايزه تايم الافوكادروز نمبر. انت تسأل عن مين؟ عن النمبر في الاينز وفي الان ايه. طب تمام، النمبر في المول هو عندك، لا بس انت مديني 4 جرام، يبقى تقول لي 4 اوفر 40 كده انا جبت النمبر في المول. تمام، عندك كام نمبر في المول اي من الان او اتش اهو، هتقول لي عندي ان ايه بوزيتيف و اتش نيجاتيف 1، يبقى ده 1 اهو تايم مين؟ الافوكادروز نمبر. ادي الكالكوليتر بتاعتنا، يبقى 4 اوفر 40 تايم 1 تايم 6.02 تايم 10 باور 23 اهي. طلعت كام؟ طلع الرقم دوت اللي انت عايزه 6.02 تايم 10 باور 22. هنا مين يا معلم؟ اين. ويبقى اذا الانسر بتاعتك للتر دي الصح. طب وانا ممكن اعملها زي ما انت عملتها كده بالسيل لاين عادي جدا، ادي الان او اتش فيها قد ايه من الاين؟ ان ايه بوزيتيف 1. طب تمام، وادي السيل لاين عادي جدا 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 اهو. ادي بروبلم ايكويشن كروس مالتيبليكيشن. يبقى تقول لي هنا 4 جرام، يا ترى فيهم قد ايه اين؟ طب هنزل ديت من دي 4 يبقى دي هنا 40 جرام، انزل ديت مش دي اين، يبقى انا عندي كام؟ عندي 1 مول، يبقى انا في الحاله زي كده عندي الافوكادروز نمبر. فتقول لي يبقى 4 تايم الافوكادروز نمبر اوفر 40، فكانها زي اللي فوق اهي، يبقى 4 اوفر 40 تايم الافوكادروز نمبر، فتطلع برده نفس الريزلت بتاعتي، تبقى الانسر بتاعتك لتر دي. تعال نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لك ال 1 مول اوف الهيدروجين جاز contain each of the following except، يبقى انا عندي 3 انسر كوريكت واحده غلط. ماشي، يا ترى ال 1 مول اوف الهيدروجين فيها قد ايه؟ ماشي، ال 1 مول اوف الهيدروجين جاز. ماشي، تعال نشوف يا عم الانسرز بتاعتك ايه ونبدا نقارن ما بينهم. هل يا ترى المول اوف ال 1 هيدروجين جاز فيها 6.02 تايم 10 باور 23 مول اوف ال H2؟ او لو انا جيت حسبت النمبر في الموليكيولز بتاعتي، فهي بتساوي النمبر في المول تايم الافوكادروز نمبر. يبقى فعلا 1 مول تايم الافوكادروز نمبر، فبالنسبه لي النمبر في الافوكادروز نمبر يبقى لتر ايه صح. ماشي، طب انت عايز هنا ايه 2 جرام وفي الاتش 2، يبقى في الحاله زي كده حضرتك لازم تروح تحسب الماس، ما انا عايز دي ماس، يبقى الماس بتاعتك بتساوي النمبر وفي المول تايم المولر ماس. طب النمبر في المول كام؟ هتقول لي 1 مول. المولر ماس هتقول لي 2 تايم 1 فتطلع 2، يبقى 1 تايم 2 يطلع 2 جرام، يبقى دي برضو صح. ماشي، قال لك 12.04 تايم 10 باور 23 اتوم في الهيدروجين، هتقول لي ثانيه واحده، ادي اتش 2 ماشي فيها كام اتش؟ فيها 2 هيدروجين. ماشي، وانت قلت لي اصلا كده كده احنا عملنا له اسمه اللي هو الثلاثي، ايه هو؟ النمبر في الاتوم بتاعك بيساوي النمبر اوف المول تايم النمبر اوف الاتوم اللي موجوده في الفورمولا بتاعتك تايم الافوكادروز نمبر. النمبر في المول كام؟ 1، النمبر في الاتوم بتاعتك 2، وفي الافوكادروز نمبر بتاعتك، يبقى في الحاله زي كده تعالى نحسبها مع بعض، هيطلع كام؟ 12.06 تايم 10 باور 23، يبقى اذا برضه لتر ايه؟ لتر سي صح. ماشي، يبقى اذا مين الانسر بالنسبه لي غلط؟ لتر دي. ماشي. A sample of oxygen gas its mass is 32 جرام contain. طب تمام، تعالى نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. هتقول لي اول حاجه، شايف oxygen atom oxygen molecule the same number of oxygen atom found in 14 جرام of water the same number of oxygen atom found in 36 جرام of water. فعايز كده شايف فول تشويسز. يبقى اول حاجه بعد اذن حضرتك، لما تعالى نشوف اصلا 32 جرام دي اصلا فيها ايه. طب بما ان انا كده في حاله زي كده، طب ممكن اعمل ايه؟ احسب النمبر في المول ونبدا نشتغل عادي اهو. ماشي، النمبر في المول بيساوي الماس اوفر مين؟ المولر ماس. الماس بتاعتك كام؟ 32، وادي المولر ماس بتاعتك بتاعت الاكسجين جاز يبقى 2 تايم 16، يبقى انا بالنسبه لي ده بالنسبه لي ممثل 1 مول. يبقى اذا السامبل بتاعت الاكسجين دي اللي هي 32 جرام دي اللي هي بالنسبه لي يعتبر 1 مول. طب ما تعالى نشوف الدنيا بتاعتنا. انت عايز يا ترى في قد اكسجين؟ لو انت عايز تحسب النمبر اوف الاتوم، فالنمبر في الاتوم بيساوي النمبر اوف المول تايم النمبر اوف الاتوم اللي موجوده في الفورمولا بتاعتك تايم الافوكادروز نمبر.
يبقى تقول لي بص النمبر في المول اللي هو كام؟ خلاص احنا طلعنا ال 32 جرام ده عباره عن 1 مول، يبقى انسى ان انت 32 دي خلاص احنا هنتعامل كانها 1 مول. يبقى 1 تايم انا عندي كام اتوم في الكيميكال فورمولا بتاع الاكسجين جاز؟ الاكسجين جاز بيتكون من 2 اتوم، يبقى 2 تايم الافوكادروز نمبر. يبقى اذا لتر ايه غلط. ماشي. قال لك 1.204 تايم 10 باور 24 اكسجين موليكيول. طب انا لو عايز النمبر اوف الموليكيول، يبقى النمبر اوف الموليكيول يا صاحبي بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر اوف مول تايم الافوكادروز نمبر. ماشي. واحنا خلاص قلنا ان ال 32 جرام دي عباره عن 1 مول، يبقى 1 تايم الافوكادروز نمبر. يبقى انا دي افوكادروز نمبر، بس انت هنا طالع لي 12.04 تايم 10 باور 23 او 1.204 تايم 10 باور 24، ودي في حاله زي كده دي غلط. طب تمام. تعال نشوف بقى the same number في الاكسجين atom found in 80 جرام of water. طب ما تعالى هنا نعمل ريليشن، اصلا ممكن نعمل ريليشن بقى بدل 1 مول. تعالى ممكن نعمل ريليشن بال 32 جرام اهو. ماشي. تعالى نشوف القصه بتاعتك. ادي ال H2O فيها كام اكسجين؟ فيها 1 اكسجين، واعمل 3 لاين عادي جدا اهو. ماشي. يلا اول لاين بروبلم ايكويشن كروس مالتيبليكيشن. يلا بينا يا صاحبي بسم الله. انت قلت لي دلوقتي البروبلم بتاعتك 18 جرام من الووتر، يا ترى فيهم قد ايه اتوم من الاكسجين؟ طب تمام، وانزل من ديت 18 جرام، يا ترى فيها قد ايه اتوم؟ 6.02 تايم 10 باور 23 اتوم. ليه؟ عشان عندي 1 اكسجين. لما اعمل كروس مالتيبليكيشن هتقول له يبقى 18 تايم 6.02 تايم 10 باور 23 اوفر 18، فتطلع 6.02 تايم 10 باور 23. يا ترى بقى ان النمبر اوف الاتوم اللي موجوده في 18 جرام وفي الووتر عندها نفس الاماونت بتاعت الاتوم اللي موجوده في 32 جرام؟ هتقولي بص مش احنا قلنا 32 جرام بتاعت الاكسجين دي ان هي بالنسبه لي تمثل 1 مول؟ طب ما انا لو عايز احسب النمبر اوف الاتوم، ما احنا لسه كنا عاملينها في اول الشويس ده ان النمبر في الاتوم بتساوي النمبر في المول اللي هو ال1 بالنسبه لي اهو. طيب النمبر في الاتوم موجوده في الكيميكال فورمولا اللي هي 2. طب الافوكادروز نمبر يبقى هنا كان 2 افوكادروز نمبر، اما هنا الاكسجين في حاله الووتر طلع افوكادروز نمبر بس، يبقى اذا لتر سي غلط برضه، يبقى اذا الانسر بتاعت لتر دي. ماشي. طب ما تعالى نحسبها اهو. هتقول لي خلاص اهو، يبقى تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نحسبها يا صاحبي، يلا بينا يا صاحبي. تلالا. ماشي. ادي H2O وفيها كام اكسجين؟ 1 اكسجين، وعامل سير لاين عادي جدا. بروبلم ايكويشن كروس مالتيبليكيشن. بروبلم كام يا صاحبي؟ 36 جرام. طب فيها قد ايه اتوم؟ او كويستشن مارك اتوم. طب وديت احسب الاتوميك ايه المولر ماس بتاعتها 18 جرام. طب وديت فيها الافوكادروز نمبر، يبقى تقول لي اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 36 تايم الافوكادروز نمبر اوفر 18، فيطلع 2 تايم الافوكادروز نمبر عادي جدا. اذا الانسر بتاعتك لتر دي. the volume of 4 جرام وفي الهيدروجين جاز at RTP equal. طب تمام. لما اجي اقرا المساله بتاعتي انا مش شايف غير هيدروجين جاز بس، وانت مديني 4 جرام، يبقى في الحاله زي كده المساله دي بتكون دايركت، فبنشتغل باللو عادي جدا. ماشي. اللو بتاعك ايه يا معلم؟ اللو بتاعي انا عايز الفوليوم اوف الجاز، يبقى تقول لي الفوليوم اوف الجاز بيساوي النمبر اوف المول تايم مين بقى؟ لو انت 22.4 لتر، لو انت هتشتغل اس تي بي، و24 لو انت شغال ار تي بي. هو الراجل عايز اشتغل ار تي بي، يبقى انا هستخدم الرقم ده، يبقى انا ناقص لمين؟ هو عايز الفوليوم في الجاز، يبقى انا ناقص النمبر في المول. طب انت عندك النمبر في المول؟ لا. امال هو مديلك مين؟ مديلك ماس. هل في ريليشن بين الماس والنمبر في المول؟ ايوه. يلا قول لي يا معلم اهو. هو ان النمبر في المول بتاعك بيساوي الماس اوفر المولر ماس. ماشي. الماس بتاعتك بكام؟ ب 4 جرام. طب المولر ماس بتاعت الهيدروجين جاز، هتقول لي الهيدروجين جاز معروف ان هو بيكون داياتوميك، يبقى 2 تايم 1، فيبقى تقول لي يلا اهو، يبقى النمبر وفي المول هيساوي 4 اوفر 2، فيطلع 2 مول. طب انا كده جبت النمبر وفي المول، هاخد النمبر في المول واشيله مكان النمبر في المول في اللو الاولاني عشان اجيب الفوليوم في الجاز. يبقى الفوليوم وفي الجاز بتاعك بيساوي مين؟ النمبر في المول تايم مين؟ 24، فيطلع 48 لتر. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر A. ماشي. عندي 2 بالون، one of them contains 0.5 mole of gas A and the other contains 3.01 times 10 to the power 23 molecule of gas B. Which of the following is correct at STP؟
وجايب لك فوليوم 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 فوليوم. حلو. قبل ما نروح نعمل الكلام ده كله، طب ما تعالى نروح نشوف هو جاز ايه اصلا. مش انت مديني المول بتاعه؟ ايوه. ما احسب الفوليوم بتاعه. ماشي. وجاز بي انت مديني المولكيول بتاعته. طب وانا مش ممكن من المولكيول اجيب المول وبعد كده من المول اروح اجيب الفوليوم؟ وفي الحاله اللي زي كده نبدا نقارن بقى كل الانسرز اللي موجوده. هتقولي تمام. يبقى تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ناخد اول حاجه جاز ايه. جاز ايه اروح احسب الفوليوم اوف الجاز بتاعته. هو الفوليوم اوف الجاز بتاع حضرتك بيساوي مين يا معلم؟ خلي بالك ان احنا هنشتغل اس تي بي، يبقى تقول لي الفوليوم اوف الجاز بيساوي النمبر اوف المول تايم 22.4 لتر. يبقى تقول لي 0.5 تايم 22.4 فيطلع 11.2 لتر. وكده انا طلعت جاز ايه. طب ما تعالى نروح نحسب جاز بي. ماشي. انت هنا مديني نمبر في الموليكيول. طب انا عايز الفوليوم اوف الجاز. هتقول لي انا عندي اللوب بتاعك بيقول لك اهو الفوليوم اوف الجاز يا صاحبي بيساوي النمبر اوف المول تايم مين 22.4 لتر. ماشي. انا مش عندي النمبر في المول بس عندي الموليكيول. طب انا عندي في ريليشن بين النمبر اوف المول والنمبر اوف الموليكيول. ايوه النمبر في الموليكيول على الافوكادروز نمبر طلع النمبر في المول. يبقى اذا النمبر وفي المول يا صاحبي هيساوي الموليكيول بتاعك اللي هو 3.01 تايم 10 باور 23 اوفر الافوكادروز نمبر فيطلع بالنسبه لك كام؟ 0.5 مول. طب انا دلوقتي لو رحت حسبت الفوليوم اوف جاز بي يبقى النمبر في المول بتاعي تايم 22.4 فيبقى 0.5 تايم 22.4 فيطلع 11.2. يبقى اذا الجاز بتاع لتر بي بيساوي الجاز بتاع لتر ايه. يبقى الفوليوم بتاع جاز ايه بيساوي الفوليوم بتاع جاز بي. يبقى اذا ذا فوليوم اوف ايه ايكوال ذا فوليوم اوف بي. فاذا الانسر بتاعتك تطلع لتر ايه. قال لك the gas which the volume 0.6 gram of it equal 80 milliliter at STB so its molar mass ايه. طب تمام. ماشي يا صاحبي. تعالى نفهم واحده واحده. انت قايل لي 0.6 جرام فيها 80 مللي. باشا بس انا مش بشتغل بالملي لتر، انا بشتغل بالليتر. طب حلو. وانت عايز المولر ماس. هتقول لي بص تعالى نتفق على حاجه ان ال1 مول في الجاز بيساوي المولر ماس وبيساوي الافوكادروز نمبر موليكيول وبيساوي 22.4 لتر لو انا شغال اس تي بي و24 لتر لو انا شغال ار تي بي. تمام. هل انا ممكن اعمل ريليشن في ده كله؟ هتقول لي تمام. يلا اهو يا معلم. مش انت بتقول لي ان المولر ماس بتساوي 22.4 لتر بتساوي 22.4 لتر؟ يبقى تقول لي مبدئيا كده انا عايز المولر ماس اللي هي بتساوي قد ايه اصلا لتر؟ 22.4 لتر عشان انا شغال اس تي بي. طب يا ترى بقى ال 0.6 جرام ماشي هي كان فيها كام ملي لتر؟ فيها 80 ملي لتر. بس انا مش بشتغل بملي لتر، انا بشتغل بالليتر. يبقى انا في الحاله زي كده عايز احول من ملي لتر للتر. يبقى اجيب ال 80 تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان احولها للتر واعمل كروس مالتيبليكيشن فيبقى 22.4 تايم 0.6 اوفر 80 تايم 10 باور نيجاتيف 3. طلعت 168 جرام بير مول. يبقى احنا كده عرفنا الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي يا صديقي. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك what is the mass of 0.25 liter of gas X at RTP whose mass is 62.7 جرام بير مول. هتقولي طب ما نفس القصه احنا لسه قايلين اهو ان ال1 مول بيساوي المولر ماس بيساوي الافوكادروز نمبر وفي الموليكيول بتاعه الجاز اللي بيساوي 22.4 لتر لو انا شغال اس تي بي و24 لتر لو انا شغال ار تي بي. طب جميل جدا جدا جدا. ماشي. تقول لي بص مش انت قايل المولر ماس بتاعت الكومباوند ده اللي هو كام 6 اللي هو الكومباوند ده اللي هو مين اصلا اللي هو الجاز بتاعي 62.7
جرام. اي انت شغال ار تي بي، يبقى المولر ماس دوت فيها قد ايه اصلا لتر؟ 24 لتر ات ار تي بي. يبقى يا ترى دلوقتي انا عندي كام جرام موجودين في قد ايه بقى؟ في 0.25 لتر، واعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى تقول لي 62.7 تايمز 0.25 اوفر 24، واحسبها يا صاحبي على الكالكوليتر. طلعت 0.65. ماشي، فين ده؟ لتر ايه. The largest mass of oxygen gas، قول لي أكبر ماس للأكسجين جاز at STP among the following is the mass of. ماشي، تعال نحسب ال largest mass. ال 1 molecule، أنت متخيل يا صاحبي؟ يعني أنا دلوقتي الأكسجين جاز أنا راح أجيب منه 1 molecule. خلي بالك من 1 molecule وما بين إن أنا 6.02 times 10 to the power 23 molecule. يعني أنت متخيل الرقم دوت؟ ده اللي هو أصلا بالنسبة لي اللي هو المولر ماس بتاع الأكسجين اللي هو بكام؟ 32. يبقى ال 32 جرام فيها قد ده موليكيول. طب تخيل بقى ال 1 موليكيول هيكون فيها قد ايه جرام؟ رقم صغير جدا، فاهم؟ يبقى اذا لتر ايه دي غلط. ماشي، 11.2 لتر. ماشي، تعالى بس نحسب لك اول واحده بتاعت لتر ايه دي عشان تبقى انت فاهم القصه بتاعتها، بس معلش عشان بس ما تجيش تقول لي انا ما فهمتش الحته دي. يعني انا بنمسح تاني اهو، وتعالى نحسبها يا معلم. بص كده، تخيل معايا اهو، وتعالى بالمره ناخد القصه اللي انت كنت لسه قايل عليها يا عم اهو، ان ال 1 مول بيساوي مولر ماس بيساوي مين كمان؟ بيساوي 6.02 times 10 to the power 23 موليكول، بيساوي 22.4 لتر لو انت اس تي بي، و24 لو انت شغال ار تي بي. ماشي يا عم اهو، تعالى نعمل كومبير بين الماس اهو. يلا، انت دلوقتي المولر ماس بتاعت الاكسجين جاز اللي هي كام؟ 2 تايمز 16، ماشي، فيها 6.02 تايمز 10 to the power 23 موليكول. قول لي بقى ال 1 موليكول اللي عندك ده يا ترى فيه قد ايه جرام؟ فاعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى 2 تايمز 16 تايم 1 اوفر 6.02 تايم 10 to the power 23، فيطلع رقم بالنيجاتيف اصلا. طب ما تعالى نحسبها على الكالكوليتر بتاعتنا عادي جدا. يبقى 2 تايمز 16 تايم 1 اوفر 6.02 تايم 10 to the power 23، فطلع بالنسبه لك 5.315 تايم 10 to the power نيجاتيف 3. ده كده بالنسبه لك رقم قليل جدا. ماشي، 11.2 لتر. فحاجه كان قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تروح تشتغل باللو عادي جدا اهوت، ادي الماس وادي هنا المولر ماس وادي نمبر اوف مول وادي عندك الفوليوم اوف الجاز وادي هنا النمبر اوف المول وادي هنا 22.4 لتر. ممكن تشتغل بده، ممكن تشتغل بالطريقه اللي احنا لسه قايلينها من شويه دي، هي ان المولر ماس بتاعك اللي هو 32 جرام وفي الاكسجين هو قال لك اس تي بي يبقى 22.4 لتر. ماشي يا عم، يا ترى ال 11.2 لتر فيها قد ايه جرام؟ فاعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى كويستشن مارك جرام بتساوي 32 تايم 11.2 اوفر 22.4، فيطلع بالنسبه لك 16 جرام. ماشي، طب انا لو جيت حبيت هعملها باللو، هتقول لي خلاص مش ده 11.2 لتر اوفر 44.22.4، ايوه 11.2 اوفر 22.4، فيطلع بالنسبه لك النمبر اوف المول هيطلع 0.5. فاخد ال 0.5 هنا اهوت، والمولر ماس بتاعت الاكسجين دوت 2 تايمز 16، فيطلع بالنسبه لك الماس بتاعتك كام اللي احنا طلعناها؟ 16 جرام. ماشي، يبقى عندك باللو وعندك فكره الليش. ال 1 مول اوف الاكسجين برضو ما انا عندي اللي هو 1 مول هحسبه في المولر ماس، يبقى اذا الماس بتاعتك بتساوي النمبر اوف المول تايم المولر ماس. النمبر في المول اللي هي 1 تايم المولر ماس اللي هي 2 تايمز 16، فيطلع بالنسبه لك 32. ماشي، طب 1 اتوم هتقولي طب ما ثواني، مش انت لسه من شويه هي الاكسجين جاز ديت مش هي O2؟ ايوه، عندها كام اكسجين اتوم؟ هتقولي 2 اكسجين اتوم، 2 اتوم في الاكسجين. طب جميل جدا. هتقولي بص بالراحه بالراحه،
ايه يا عم هشام، انت عايز الماس بتاعت 1 اتوم، انت متخيل الرقم؟ هتقولي اذا كان المولر ماس بتاعت الاكسجين اللي هو 32 جرام فيها 2 تايم 6.02 تايم 10 باور 23 اتوم، يا ترى بقى ال1 اتوم اللي انت بتكلمنا عليها يا ترى فيها قد ايه جرام؟ فلما اعمل كروس مالتيبليكيشن فتقول لي يبقى 32 تايم 1 اوفر 2 تايم 6.02 تايم 10 باور 23، فهتلاقي رقم بالنيجاتيف، فاكيد الرقم ده قليل. فبالنسبه للاتوم والموليكيول، وكمان دلوقتي عندي حاجتين، انت عايز الليست وايه واللارجست، فاللارجست بالنسبه لك هتطلع لتر سي. في المساله بيقول لك هنا وات از ذا ماس اوف اوكسجين جاز، قول لي بقى الماس بتاعت الاكسجين جاز which occupy the same volume occupied by 3 mol of hydrogen gas. حلو، انت عايز الماس بتاعت الاكسجين، تمام، اللي هيكون عندها نفس الفوليوم بتاع 3 مول في الهيدروجين. يبقى اول حاجه لازم اروح احسب مين؟ احسب الفوليوم بتاع الهيدروجين اللي هو كام؟ 3 مول، وبعد كده الفوليوم بتاع الاكسجين هيكون هو نفس الفوليوم بتاع الهيدروجين، والفوليوم اللي انا طلعته بتاع الهيدروجين هو هيكون نفس الفوليوم بتاع الاكسجين. اخد انا الفوليوم بتاع الاكسجين ده اقدر اطلع منه الماس عن طريق ان انا اروح للنمبر في المول عشان احسب الماس. هتقولي طب تمام، اول حاجه هنروح نعملها هنعمل الماجيكال تريانجلر بتاعنا. هتقول لي النمبر وفي المول بيساوي مين يا صاحبي؟ بيساوي الفوليوم وفي الجاز، وانت شغال اس تي بي اوفر 22.4 لتر. انت عايز تحسب مين؟ الفوليوم في الجاز، يبقى اذا الفوليوم وفي الجاز بيساوي النمبر في المول اللي هو 3 تايم مين؟ 22.4. فنحسبها هيطلع كام؟ هتقول لي 3 تايم 22.4 لتر، طلع بالنسبه لك 67.2 لتر. طب تمام، يبقى اذا الفوليوم بتاع الهيدروجين اللي انت طلعته هو نفس الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الاكسجين. يبقى تقول لي كان الفوليوم اوف الاكسجين بتاع حضرتك هو كام؟ 67.2 لتر. ماشي، بس انا مش عايز الفوليوم اوف الاكسجين، انا عايز مين؟ الماس بتاعت الاكسجين. يبقى انا دلوقتي هروح اعمل ايه؟ هروح اجيب الماس. هي الماس بتاعتك بتساوي ايه؟ الماس بتاعتك بتساوي المولر ماس تايم النمبر في المول. بس انا مش معايا النمبر في المول، انا معايا لتر اللي هو الفوليوم في الجاز. طب ما انا عندي اللو بيقول لك والله ان الفوليوم في الجاز بتاع حضرتك بيساوي النمبر في المول، وانا شغال اس تي بي يبقى 22.4. طب ما لو عندي النمبر في المول على ال 22.4 لتر جبت النمبر في المول اهو، يبقى اذا النمبر وفي المول بتاع الاكسجين جاز هيساوي 67.2 اوفر 22.4، واحسبها يطلع كام؟ 3 مول. فاخد بقى ال 3 مول بتاع الاكسجين دوت اعمل لها تايم المولر ماس اهو، يبقى اذا الماس بتاعتي هتساوي النمبر وفي المول تايم المولر ماس. يبقى تقول لي 3 والمولر ماس بتاعتي اللي هي كام؟ 2 تايم 16 عشان الاكسجين O2. فهتقول لي يبقى تعالى نحسبها اهوت، يبقى 3 تايم 2 تايم 16 طلع بالنسبه لك 96 ايه جرام. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك the volume of 12.04 times 10 to the power 23 molecule of hydrogen gas at SCTP. حلو، انت عايز مين؟ عايز الفوليوم بتاع الهيدروجين. وانت بتقرا المساله كده ما لقيتش اي حاجه، يبقى دي مساله دايركت، يبقى استخدم لو عادي. ماشي، هعمل اللو ماجيك تريانجلر بتاعي. تمام، انت عايز الفوليوم، يبقى اذا الفوليوم اوف الجاز بيساوي النمبر وفي المول. لو انت شغال اس تي بي يبقى 22.4، لو انت شغال ار تي بي يبقى اذا 24. انا شغال اس تي بي يبقى انا هشتغل بده. ماشي، انت عايز الفوليوم في الجاز، يبقى ناقص لحضرتك مين؟ ناقص لحضرتك النمبر في المول. طب انا اجيب النمبر في المول اللي انت مديني مولك، يبقى انا في الحاله زي كده مضطر ان انا اعمل تريكايه صغيره. ايه هي؟ هروح احسب مين دلوقتي؟ هروح احسب النمبر في المول. يبقى اذا النمبر وفي الموليكيول بتاع حضرتك بيساوي النمبر وفي المول على مين يا صاحبي؟ على الافوجادروز نمبر اللي هو 6.02 تايم 10 باور 23. جميل جدا، انا معايا النمبر في الموليكيول بتاعتي اللي هي كام؟ 6، لا مش 6، لا دي 12.04 تايم 10 باور 23 اوفر الافوجادروز نمبر. عشان اطلع بمين يا صاحبي؟ عشان اطلع بالنمبر في المول فيطلع 2 مول. يبقى انا جبت النمبر في المول اللي هي 2. حلو، اجي هنا بقى اهو، يبقى اذا الفوليوم وفي الجاز بيساوي النمبر وفي المول. طيب مين يا صاحبي؟
تايم 22.4 يبقى تقول لي 2 تايم 22.4 فيطلع بالنسبة لك 44.8 لتر. يبقى إذا الأنسر بتاعتك لتر بي. ماشي. the highest number of the molecule is found in. أنا عايز النمبر في الموليكيول. ماشي. هتقول لي أقسم السلايد بتاعتي ل 4 كوارتر عشان أبدأ آخد كل جزء وأبدأ أحسبه لوحدي. ماشي. 2.5 مول اوف ووتر يبقى تقول لي النمبر وفي الموليكيولز بتاعتي بتساوي النمبر وفي المول تايم مين؟ تايم الافوكادروز نمبر. يبقى النمبر في المول هو كام؟ 2.5 تايم الافوكادروز نمبر واحسبها. تمام. يلا بينا. 2.5 تايم الافوكادروز نمبر طلع 1.505 تايم 10 to the power 24. ماشي. اللي بعد 33.6 لتر اوف نيتروجين جاز. طب ما انت مديني فوليوم في جاز اهو. طب انا لازم اجيب النمبر في المول. خلاص. يبقى تقول لي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده راح اجيب النمبر وفي المول. النمبر في المول ايه؟ بيساوي الفوليوم اوف الجاز اوفر مين؟ انا شغال اس تي بي يبقى 22.4 لتر. يبقى 33.6 اوفر 22.4 عشان اجيب النمبر في المول. طلع 1.5 مول. ماشي. بعد كده اجيب النمبر في الموليكيولز بتاعتي. يبقى النمبر في الموليكيولز بتاعتي بتساوي النمبر في المول تايم الافوكادروز نمبر. يبقى تقول لي 1.5 تايم الافوكادروز نمبر. ماشي. نحسبها اهو. ماشي. طلع 9.03 تايم 10 to the power 23. طب جميل. تعالى نروح هنا 60 جرام اوف سلفر تراي اوكسايد. يبقى اول حاجه حضرتك هتروح تجيب النمبر اوف المول. عشان اجيب النمبر في المول يبقى تقول لي ماس اوفر مين؟ المولار ماس. الماس بتاعتك بكام يا معلم؟ 60. المولار ماس هحسب المولار ماس بتاعت سلفر تراي اوكسايد يبقى 32 بلس 3 تايم 16 عشان اجيب النمبر في المول. يبقى 60 اوفر 32 بلس 3 تايم 16 طلع كام؟ 0.75 مول. فاجيب دوت يبقى 0.75 مول تايم الافوكادروز نمبر ونشوف يا صاحبي. طلع 4.515 تايم 10 to the power 23. ماشي. ناقص لي ديت 3 او اخر واحده دي بالنسبه لك يا صاحبي طلع كام؟ 3.01 تايم 10 to the power 23 اللي هي كانها بالنسبه لي تساوي هاف تايم الافوكادروز نمبر. لو انت لاحظت كده حضرتك ايه يا معلم؟ ان انا كان هنا عندي 2.5 تايم الافوكادروز نمبر، هنا 1.5 تايم الافوكادروز نمبر، هنا 0.75 تايم الافوكادروز نمبر، هنا 0.5 تايم الافوكادروز نمبر. فاكيد بالنسبه لي اللارجست نمبر هو اللي هيكون في لتر ايه. تعال نشوف المساله بعد كده. قال لك 1 لتر اوف جيفن سامبل اوف اير كونتين 5 جرام اوف كلورين جاز. ماشي يا عم. انا عندي اير اهو ده 1 لتر. ماشي. جوه الليتر دوت اللي هو الاير ده انا عندي 5 جرام اوف الكلورين. بيقول لحضرتك لو سمحت which of the following relation estimated the number of chlorine molecule in this volume of air. هتقولي طب تمام. مش انا كده كده خدت ال 1 مول اوف الكلورين جاز ده بيكون فيه الافوكادروز نمبر موليكيول. وانت قايل لي ان ال 1 مول اوف الكلورين بيكون فيه المولار ماس. صح. طب ما تعالى نشوف اهو. هتقولي خلاص يبقى انا دلوقتي هجيب الريليشن بين المولار ماس والموليكيول اهي. هتقول لي بص يا صاحبي لو انا عايز اجيب المولار ماس بتاعت الكلورين فالكلورين بتكون دايتوميك Cl2. يبقى هتقول لي 2 تايم 35.5 جرام فيها الافوكادروز نمبر موليكيول. ماشي. يا ترى بقى ال 5 جرام هيكون فيها قد ايه موليكيول يا صاحبي؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى كويشن مارك جرام بتساوي ايه؟ 5 تايم الافوكادروز نمبر
على 2 تايمز 35.5 اللي هي 71. يبقى انا كده جبت مين؟ النمبر في الموليكيول. يبقى النمبر في الموليكيول بقى اللي هم بتوع ال 5 جرام اللي هم كانهم انهي واحده بالنسبه لي؟ كانك بتقول لي 5 تايم 1 تايم 6.02 تايم 10 to power 23 اوفر مين يا معلم؟ 71. اللي هو انهي شكل بالنسبه لي؟ لتر سي. ماشي. قال لك ان ذا سامبل بلو 40 جرام اوف سلفر ترايكسايد المولر ماس بتاعتها كذا، 12 لتر في كربون دايوكسيد ات ار تي بي، 2 مول في الاكسجين اتوم، 6.02 تايم 10 باور 23 22 atoms of النيتروجين. the number of the molecule in the same sample is ايه؟ يبقى اول حاجه حضرتك هتحسب النمبر في الموليكيول بتاع كل واحده، نمبر 1 و 2 و 3 و 4. طب ما تعالى نجيب في نمبر 1 انت عايز مين يا معلم؟ عايز النمبر في الموليكيول. النمبر في الموليكيول بتاع حضرتك يا صاحبي بيساوي النمبر وفي المول تايم الافوكادروز نمبر. ماشي. يبقى تعالى نحسب النمبر في المول. انت مديني ايه؟ 40 جرام. يبقى انا ممكن هتقول لي النمبر في المول بيساوي الماس اوفر المولر ماس، يبقى تقول لي 40 جرام اوفر المولر ماس اهيت عشان اجيب النمبر في المول تايم الافوكادروز نمبر. هيطلع بالنسبه لك 3.01 تايم 10 باور 23 موليكيول. طب تعالى نخش على بعدها. 12 لتر اوف كربون دايوكسيد ات ار تي بي، يبقى تقول لي برضو النمبر وفي الموليكيولز يا صاحبي بيساوي النمبر وفي المول تايم الافوكادروز نمبر. هتقولي بص، مش انت من شويه قايل لي ان النمبر في المول لو انت معاك لتر عايز اجيب النمبر في المول بتاعها يبقى الفوليوم في الجاز بيساوي الفوليوم في الجاز اوفر 22.4 ات ار تي بي، وهيبقى 12 اوفر 24 تايم الافوكادروز نمبر. فتقول لي يبقى هاف تايم الافوكادروز نمبر اللي هو بالنسبه لي 3.01 تايم 10 باور 23. برضو نفس الفكره. يبقى انا شايف ان مين ومين؟ نمبر 1 ونمبر 2 زي بعض. طب تمام. تعال نشوف نمبر 3. النمبر وفي الموليكيولز يا صاحبي انت عايز ايه؟ نمبر في مول اهو، يبقى 2 تايم الافوكادروز نمبر فيطلع ايه؟ 12.04 تايم 10 باور 23. ماشي. يبقى انا بالنسبه لي برضو شايف ايه؟ ما بالنسبه لك لتر ايه برضو اوت، مش زي الاثنين اللي قبل كده. طب تعالى هنا 6.02 تايم 10 باور 23، لا ولا 22 كمان، لا يبقى اذا ايه؟ لا 3 ولا 4 صح، يبقى اذا 1 و 2 صح اللي هي ايه؟ لتر ايه. ماشي. 1 مول اوف امونيا جاز is similar to 1 مول اوف الكربون دايوكسيد جاز ان ايه يا معلم؟ بص يا معلم، دلوقتي 1 مول اوف امونيا جاز والكربون دايوكسيد جاز. فتعالى نحسب كده مع بعض، نعمل بس كده زي كومبير معينه. ادي الامونيا اللي هو NH3 وادي الكربون دايوكسيد. تعالى نحسب المولر ماس يا صاحبي عشان بس انا عايزك تفهم حاجه من الجدول ده. لو انا حسبت المولر ماس يبقى 14 بلس 3 تايم 1 هيطلع 17 جرام. لو انا حسبت ديت 12 بلس 2 تايم 16 فتقول لي يبقى 12 بلس 32. يبقى في الحاله زي كده هتقول لي يا صاحبي دي 44 جرام. يبقى هم ما عندهمش نفس المولر ماس. ماشي. وادي النمبر في المول، فالاثنين ده عنده 1 مول وده عنده 1 مول. طب ما تعالى نحسب الفوليوم اوف الجاز. هتقول لي خلاص يبقى 1 تايم 22.4 لو انا شغال اس تي بي، و1 تايم 22.4 لو انا شغال اس تي بي، فيطلع هو نفس مين؟ الرقم. طب لو انا شغال ار تي بي يبقى 1 تايم 24 فيطلع 24، وانا 1 تايم 24 فيطلع 24، فبرضه عندهم نفس مين؟ الفوليوم. when ال equal volume of different gases حلو يكون عندهم the same number of الموليكيول، يبقى النمبر اوف الموليكيول الاتنين زي بعض فيهم ايه؟ الافوكادروز نمبر. طب تعالى كده نشوف النمبر في الاتوم. انا عندي ان و 3 اتش يبقى ايه؟ دي 4 اتوم. انا عندي كربون و2 اكسجين عندي 3 اتوم. يبقى هم مش متفقين في النمبر في الاتوم ولا في المولار ماس، لا عندهم نفس النمبر في المول والفوليوم في الجاز والنمبر في الموليكيول. يبقى الفوليوم اونلي لا، النمبر اوف الموليكيول اونلي لا، الفوليوم اند مولار ماس لا، لكن الفوليوم اند نمبر اوف الموليكيول يبقى اذا دي الانسر بالنسبه لك الصح. بالون have the same volume at STP. The first is filled with helium gas and the other with argon gas. Which of the following statement represent correctly both of them؟ ماشي. انا عندي دلوقتي two gases والتو gases عندهم the same volume، وطالما the same volume يا معلم يبقى the same number of الموليكيولز. بس خلي بالك هما مين التو جازز؟
الهيليوم والارجون. طب الهيليوم ده بالنسبه لي نوبل جاز، والارجون ده نوبل جاز، فده بيتكون من 1 اتوم وده من 1 اتوم. يبقى خلي بال حضرتك هنا بقى ايه هما، ان التو جازز دولت ايكوال نمبر اوف الاتوم وايكوال نمبر اوف الموليكيولز. ومش بس كده كمان، ده عندهم نفس الفوليوم برضو، عشان ايه؟ الاتنين ذا سيم فوليوم بالنسبه لك، وعندهم نفس النمبر اوف المول. بس الفكره كلها في المولر ماس مش هيكونوا متساويين، الهيليوم بيكون اقل اما الارجون بيكون اعلى. فتعالى بقى نشوف مين في دول بيكون صح. الهيليوم بالون كونتين هاير نمبر اوف الاتوم اوف ارجون بالون، لا ده 1 اتوم وده 1 اتوم عشان ده نوبل جازز. هيليوم بالون كونتين لور نمبر اوف الاتوم ذان ارجون، لا برضه. هيليوم بالون كونتين ذا سيم نمبر اوف الاتوم في ارجون، تمام. هيليوم بالون هاز هاير ماس ذان البالون بتاعت الارجون، لا. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر سي. Which of the following is an application of Avogadro postulate at RTP؟ هو اصلا افوجادرو postulate بيقول لك ايه يا معلم؟ ان الايكوال volume of different gases contain the same number of الموليكيول. ماشي. 11.2 liter of oxygen gas contains the same number of molecule found in 11.2 liter of hydrogen gas. ايه رايك في الكلام ده؟ صح، لان الايكوال فوليوم اوف different gases contains the same number of molecule، يبقى اذا لتر ايه صح. ماشي. Two sample oxygen and hydrogen gas have the same volume at RTP. These sample are equal in ايه يا معلم؟ The number of moles only. بص، طالما عندهم the same volume يبقى اكيد عندهم the same number of ايه المول، فدي صح. بس هل number of mole only؟ لا. mass and number of molecule، لا. ان الاكسجين لو جيت حسبت الماس بتاعت الهيدروجين والماس بتاعت الاكسجين، او الاكسجين والهيدروجين، الاثنين مش هيكون عندهم ايكوال ماسز، فبالنسبه لي غلط. لكن عندهم نفس النمبر في الموليكيول. النمبر اوف الموليكيول اونلي، لا، لان اتفق معايا في النمبر في المول. بوست نمبر اوف مول اند موليكيول، صح، هي دي الانسر بتاعتك الصح. وبكده نكون خلصنا كل اسئله الام سي كيو بتاعت ليسون 1 بتاعت كتاب المعاصر.